السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعاتي الغاليات، مرحبا بكم معايا اليوم في نهار جديد وفيديو جديد وفلوق جديد ان شاء الله يا ربي. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم. وبديت لكم الفيديو من الصباح كيف ما شفتوا، يلا شقشق النهار نط كيف ما العادة. هنا راه وريتكم الكوزينه ديالي كي صبحات كنصبحها الحمد لله نقيه باش كنوض وكنقضي شغالي على خاطري. اول حاجه قلت غادي نداها البنات على بركه الله بسم الله في هذا النهار، هي انني غنصاوب لهم واحد حريشات صغار الفطور بالبوله ديال الشعير والدقيق ديال الزرع اللي كتجي زوينين. يعني يمكن لك انك تديريها حرشه كبيره او تديريهم هكاك فرديين، وانا اختاريت اليوم ندير لهم حريشات اللي هما فرديين وكيجيو فتيين وزوينين. والفيديو غادي يكون مليء بالطاقه الايجابيه ان شاء الله يا ربي، مليء بالوصفات. غادي نشارك معكم كل شيء، هذا الشيء اللي درته في النهار نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم كيف ما العاده. الحبيبات ديالي غنقول لكم غنفتتحوا الفيديو ديالنا افتتحناه بالصلاه على النبي، كذلك غادي نفتتحوه بالذكر ديال الله سبحانه وتعالى ونقولوا نستغفر الله ونتوب اليه الحي القيوم. وهنا الحبيبات ديالي اول حاجه درتها خديت هذيك البلبوله نقيتها كيف ما شفتوا ودزت ضربتها ليها بواحد الغسله، غسلتها مزيان من داك الغبره اللي فيها وخليتها في هذاك الماء، يعني حيدت منها الماء وخليتها على جنب. ودزت هنايا كيف ما شفتوا كنت شاركت معكم في واحد الفيديو بان كان عندي الباكور واجد، يعني واحد الكميه اللي هي شويه وفيره. قلت اول حاجه غنديرها غنصاوب واحد شي حاجه ديال الكونفيتور ديال الكرموس، وطريقه اللي هي ساهله. هنا راه حتى الصباح البنات كيف ما شفتوا، يعني من بعد ما فزقت هذيك البلبوله شديت هذاك الكرموس قطعته على شرائح كيف ما شفتوا، ضفت عليه واحد الكميه ديال السكر، واحد الكميه اللي هي قليله، ضفت عليه واحد جوج القرنفلات وشويه ديال الفليو كيف ما شفتوا حكيتو عليه وخليته فوق العافيه اولا فوق النار مهيله يطيب حتى وجد. و كيف ما شفتوا ها هو واجد، يعني ساهل واقتصادي وما تياخذش بزاف ديال الوقت. قلت غادي كنتو شفتوني بانني شريت الكونفيتور في الاول ديال الشهر، قلت لكم بانني مازال ما درت والو، ما درتش لا كونفيتور لا حتى حاجه. فمني شفت عندي الكرموس واجد في الثلاجه بدل انه يخسر لي ولا شي حاجه، قلت غادي نوجد به الكونفيتور كيف ما شفتوا اللي كيجي هائل واحسن من هذاك اللي كيتباع في السوق، يعني نوجدوه على يدينا. الكونفيتور ديالنا هو واجد كنخليوه يطيب حتى تنحصلوا على داك اللون اللي كتشوفوا اللي هو تقريبا ذهبي، يعني حتى تيتعلق لينا داك الكرموس. راه ما كنطحنوش البنات، انا كيعجبني يكون هذوك الطريفات ديال الكرموس اولا ديال المشماش اولا ديال الخوخ، اي كونفيتور درتو كيعجبني يكون يبقاو هكاك باينين. كيف ما شفتوا هنا حصلت على واحد جوج ديال القريعات ديال الزاج، غادي نحطهم في الثلاجه وملي غادي نحتاج ان شاء الله يا ربي القريع الكونفيتور ديال الكرموس غادي نجبد هنايا، غادي نجبد داكشي اللي غادي ناكلوه. كيف ما شفتوا القوام ديالو كيف ما كيجي زوين بزاف وكيجي رائع ولذيذ. نتمنى انكم تجربوه، يعني ما احتاجيت لانني بيتو في السكر ولا حتى حاجه، يعني راه في نفس الوقت صاوبته ضفت له السكر وكنقصوا له البوطه وكنخليوه يطيب على خاطره. هنا من بعد ما وجدت هذاك الكونفيتير درزنا للمرحله الثانيه، هذيك البلبوله اللي قلت لكم راه خليتها من بعد ما حيت على هذاك الماء خليتها تصاوبت هذاك الكونفيتير ورجعت باش نصاوبها. هنا كندير كنرش عليها شويه ديال الزعتر شويه ديال الملحه، غندير واحد الكاس تقريبا ولا كاس ونص ديال الدقيق ديال الزرع بالسميده ديالو كلشي. هاد البلبوله هاد الحرشه البنات راه كتجي صحيه. درت واحد المعلقه ديال الزبده بلديه ومعلقه صغيره ديال العسل، وغادي نضيف واحد زوج معالق ديال زيت زيتون بطبيعه الحال، والخميره ديال الخبز غنديروا الخميره ديال الخبز ماشي الخميره ديال الحلوى البنات. هاد الحرشه البنات راه كتجي من داك الشرفيع، كتجي بنينه ولذيذه وهشيشه وصحيه في نفس الوقت، ما كتثقلش على المعده ديالنا. كيف ما شفتوا يعني راه كل فيديو كنديرو ولا درت شي حاجه في الصباح هكا الحريشات كنشارك معكم بزاف ديال الانواع ديال الحريشات، نتمنى انكم تجربوهم. كيتقاموا اقتصاديين وفي نفس الوقت ساهلين في التحضير. كيف ما العاده كندوز كنسخن المقيلات ديالي وكنرشها بالزيت ونبدا. هنايا راه ما درت لا دقيق لا والو، رشيتها غير بالزيت البنات كيف ما شفتوا، يعني راه ما ضفناش الماء البلبوله المره الثانيه، يعني غير داك التشلال اللي شللنا فيه المره الاولى الماء ديالها ما خليناها لا مرقده لا في ماء لا حتى حاجه، كنحيدوا داك الماء وكنخليوها تطرطب.
هنا شكلتها على شكل حريشات اللي هما مدورين صغار هكاك الفطور، ودزت كنطيبهم. راه كيطيبوا بالزربه البنات وساهلين وما تخافوش منها، ما غتفرتك ليكم حتى حاجه، غير تبعوا الطريقه كيف ما العاده وبالحذافير ديالها وغادي تكون ناجحه معكم ان شاء الله يا ربي. وكيف ما كنقول لكم راه ديما كنشارك معكم وصفات اللي هي اقتصاديا وساهلين وفي نفس الوقت اللي هما بنينين ولذاذ ويمكن لك انك تستعمليهم في الدويره ديالك ومع ضيافك كذلك، ومع عمرهم ما غادي يحشموك ان شاء الله يا ربي. كنشارك معك داكشي اللي كندير في الدار انا، راه حتى ملي كيكونوا الضياف هكا كندير يعني ما كنحتاجش نخرج للزنقه مره. كيف ما كتشوفوا هنا راه بديت كنقلبهم والحريشات ديالنا ها هما واجدين كيف ما شفتوا. وهنا البنات من بعد ما وجدت هاد الحريشات، ثاني حاجه غنديرها للفطور اللي غادي نرافق مع هاد الحرشه. هنا كان باقي لي البطبوط، شديته قطعته على شكل شرائح، غمسته في البيض والحليب. كندير واحد جوج بيضات، جوج معالق ديال الحليب ونخلط. يعني كان عندك الخبز اولا البطبوط، انا هنا كان عندي البطبوط شديته قطعته على شكل شرائح كيف ما شفتوا، درتهم في البيض وكندوز نقليهم. كنصاوبوا الشفرات ديال الخبز هكا الفطور. يمكن لك انك تسمديهم في ثاني اذا كانوا كيعجبوك حلوين والفاني، ويمكن لك انك تاكليهم بحال هكا كيجيو شهيين ومقرمشين. والحمد لله وشكون بحالنا البنات، يعني فطور اللي هو سهل واقتصادي وكيوجد بسرعه. هنا كنوريكم البنات داك الفرماج اللي كناخذ راه طبيعي ما باش كنكهو ليهم مره كندير معاهم كناخذو كندير معاه شويه ديال الزعتر، شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الملح وشويه الخل ونخلط. والفطور ديالنا ها واجد كيف ما شفتوا، زبيده وفرماج كونفيتور ديال الدار. وبطبيعه الحال ما نساوش المساند الرسمي اللي هو اتاي على الصباح مشحر والشكلاط. وكان باقي لي واحد شويه ديال الكيك وديال الحلوى في الثلاجه، حطيتهم حتى هما. وكيف ما كتشوفوا الحريشات ديالنا كتجيو واعره البنات، ما معجنه ما والو، اقتصاديه وسهله ولذيذه وبنينه. نتمنى انك تجربيها بصحتكم. هنا كنوريكم البنات راه يلاه 9 3 دقائق كيف ما شفتوا. وفطوري ها هو واجد. هنا من بعد ما ساليت الفطور وارتاحيت، يعني راه ماشي به فيه نط البنات. غادي ندوز نوجد اليوم يعني غنوجد الغدا ديالي. كيف ما شفتي هنا غادي نصاوبوا واحد الخبيزات ديال الذره بالطحين بالطحين العادي والطحين ديال الذره، يعني مخلطاهم. هنا خديت واحد الكميه قليله ديال الدقيق ديال الذره، والدقيق الابيض درتو كتر حيت الدقيق ديال الذره الا درتيه بوحدو كيبقى يتفرسس البنات. داكشي علاش ما عجنتوش بوحدو، هنا عجنتو مع الدقيق والكميه ديال الدقيق الابيض كتر من الكميه ديال الدقيق ديال الذره. بطبيعه الحال كنديروا مليحه والخميره ديال الخبز وكنعجنو مزيان، نرشوه بالزيت ونغطيه بواحد الميكا باش يتطلق لينا ونخليوه حتى يخمر. وهنا البنات غادي ندوز نوجد معكم الغديوه اللي غادي ندير. وقبل ما نبداو غادي تقولي لي يا حبيبتي لا اله الا الله محمد رسول الله، كيف ما العاده ما نساوش الذكر ديال الله سبحانه وتعالى باش ربي يبارك لنا في هذا الفيديو وهذا العمل اللي كنديرو ان شاء الله يا ربي. هنا كان عندي واحد شويه ديال الحمص جبته من الفريغو، ضفت عليه واحد مطيشه اللي محكوكه، بصله محكوكه حتى هي طبيعه الحال، قزبر ومعدنوس والثومه والعطريه. كنديروا العطريه المعتاده. هنا عندنا السكنجبير وخرقوم وبزار وتحميره والملحه بطبيعه الحال وزيت زيتون. غنخليو هذيك المقادير تروج واحد شويه وغادي نمرقوها نخليو الحمص ديالنا حتى يطيب. وهنا من بعد ما حطيت الحمص يطيب دزت قرصت الخبيزات ديالي كيف ما العاده، يعني التقراص العاديه البنات. وقولوا لي كيف جاوكم الفيديوهات القدام، واش عجبوكم ولا لا. بغيتكم الحبيبات ديالي تزيدوا تنصحوني شنو مازال نقدم لكم في الفيديوهات، اقتراحاتكم بطبيعه الحال باش ما يكونش هكاك الملل في الفيديوهات ديالنا ونكونوا خفيفين ظريفين على القلوب ديالكم بطبيعه الحال. انا كنبغي ما بغيتش نكون شي وحده اللي كتقل عليكم البنات. نتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم، ونتمنى انني نقدم معكم وصفات اللي هي كتنال الاعجاب ديالكم. وثقوا بيا والله الا البنات الوصفات اللي كنقدم كلها لذيذه وزوينه وسهله واقتصاديه. نتمنى انكم تجربوها. هنا من بعد ما قرصت هذيك العجينه راه كنشارك معكم يعني النهار كامل البنات، يعني داكشي اللي كندير ما كنقص منه حتى حاجه، يعني غير التسريع ديال الفيديو كيف ما شفتوا. هنا خديت الدنجال باش غادي نرافقوا مع داك الحمص.
شديته غسلته بطبيعه الحال، قطعته على شكل شرائح ورقدته في شويه الملحه والماء تطلق داك الماء ديالو ونشفته ودزت قليته وحطيته على جنب. هنا مع الحوت غادي ندير الحوت مع طبيعه الحال اسمحوا لي البنات، مع الحمص غادي ندير الحوت. نتوما عارفين بان الراجل ديالي عنده الهوايه ديال الصيد، وانا الحوت هنا راه ما شارياش، الحوت كان عندي في الكونجيلاتور اصلا. جبدته وغسلته وقطعته كيف ما شفتوا. صاوبت الشرموله ديال الحوت المعتاده اللي كنصاوب معكم. هنايا شديت هذيك الشرموله نيت، عمرت بها هذاك الدنجه كيجي واعر البنات مخلل بحال هكا. من بعد ما كتقليه وتسقطريه من داك الزيت كتعمريه بالشرموله ديال الحوت، راه كيجي من داك الشرفه. نتمنى انك تجربيه كسلطه كمقبله. المهم صاوبت هذاك الدنجال وقليت الحوت والحمص ديالي هو واجد. وبطبيعه الحال الديسير شهديه وعنب كيف ما شفتوا، وخبز ديال الدار اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال كيف ما العاده. كيف ما كنقول لكم ديما، ما تنسايش حبيبتي تقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هنا راه العشيه البنات، يعني من مورا الغدا قلت شنو غندير، غنمشي نضرب واحد الدويره للسوق باش الا لقيت شي حاجه اللي هي رخيصه. راه قلت لكم راه حنا الحمد لله بحال النميلات، يعني هذه الوقيته اللي كنجمعوا فيها من حد الخضيره هكا رخيصه. بعض المرات كنصادفوا خضيرات اللي هي رخيصه. هنا مشيت للسوق لقيت مطيشه غير ب 60 ريال، الفلفله ب 60 ريال والدنجل ب 60 ريال والفكوس حتى هو ب 60. قلت مادام لقيتهم بهذا الثمن غادي نستغل الفرصه وغادي ناخذ باش نبدا التخزين ديالي. هنا حتى القرعه لقيتها ب5 دراهم البنات، خديت 1 كيلو تاع القرعه الحمراء. وهنا لقيت هذاك الطاس ديال الطين وهذيك هذاك الطويجين الصغير هكاك البيض، خديتهم حتى هو ب5 دراهم، 5 دراهم البياسه. وهنا البنات جبت 61 درهم مخلطه ديال اللحم كيف ما شفتوا. خديت من الفخيدات ديال الدجاج، وخديت واحد الكميه اللي هي واحد 25 درهم ديال الكفته ديال العدان، خديت 21 درهم ديال الكبده. وهنا هذيك الكفته الاخرى هذيك كان جابها مول الدار ديال البقري. فالحمد لله اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. غنقادهم ونخشيهم في الثلاجه كيف ما العاده، نقسمهم على الطريقه اللي كنقسم بها ديما. هنا هذيك الكفته ديال البقري شديتها قسمتها على جوج، النص خشيته في الثلاجه والنص خليته على جنب. غادي نصاوب به طويجين ان شاء الله يا ربي. وفي هذاك الطاجين شنو غنصاوب البنات، درت واحد البصله اللي شلطتها بطريقه طوليه، غادي نقطع عليها واحد 2 ديال البطاطات. يعني غتشوفوا هذا الطاجين كتشوفوا يعني راه تياكلوا فيه تبارك الله ما شاء الله من 5 حتى 6 تاع الناس. يعني ما كنديروش واحد الكميه اللي هي كبيره ديال الخضره. يعني ما شاء الله الحمد لله ربي كيحضر البركه. اللهم لك الحمد، كتجي بنينه وزوينه ناكلو حتى تنشبعوا. اللهم لك الحمد اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. كيف ما قلت لكم البنات راه الطريقه ديال التنظيم وديال الاقتصاد كتلعب واحد الدور اللي هو كبير. مثلا هذيك الكفته اللي كانت عندي يعني 30 درهم وقسمتها على جوج، النص خبيته والنص غادي نديرو في الطاجين كيف ما شفتوا. يعني فيها 2 ديال التطيبات البنات، ماشي غير تطيبه وحده. اللهم لك الحمد. يعني المراه هي اللي تعرف كيفاش دير تدبر المسائل ديالها في الكوزينه وتقتصد على راسها. كيف ما شفتي هذا الطاجين شديته درت فيه البطاطا درت فيه البصله والفلفله كيف ما شفتي. غادي ندير واحد مطيشات دواهور كزبر ومعدنوس والثوم، وغادي نكور الكفته على الطريقه اللي غادي يبان لك في الفيديو. صافي وغنديروا زبيته بلديه العطريه ديالنا المعتاده، سكينجبير وتحميره وخرقوم وكمون وملح وزيت زيتون. اللهم اديمها نعمه واحفظها لنا الزوال. وغادي نشوفوا شنو غنرافقوا مع هاد الطاجين ان شاء الله يا ربي. وصلتي حتى لهنا بطبيعه الحال. الا عجبك الفيديو ديال اليوم، عجبتك القناه ديال فاتي والتنظيم ديالها والتسيير ديالها، ما تنسينيش من لايك والتعليق وبارطاج القناه مع الحبيبات ديالك والغزالات ديالك وميماتك وخالاتك وعماتك والاخيات ديالك بطبيعه الحال. الفراشه ديالي الغزاله، انا كنحاول نشارك معاك داكشي اللي كنعرف على قد جهدي. نتمنى انني نكون كنفيدك ولو وتخرجي من هذا الفيديو غير بشويه ديال الاستفاده. والله البنات الى غدا بهذا التنظيم وغدا بهذا التسيير في الدار الحمد لله عمرني ما وقفت، عمرني ما يعني ما حبست مره. اللهم لك الحمد. وربي مبارك في الرزق ومبارك في كل شيء. اللهم لك الحمد. غادي نشارك معك بزاف ديال الحوايج ان شاء الله يا ربي. فيديوهات جايين كنحاول نشارك معك يعني داكشي اللي كنعرف. الحمد لله. يعني في الاول ما كنا كنعرفوا والو البنات، حنا كنا كنتعلموا. يعني من يلاه بدينا الزواج كنا كنتعلموا، ما كنعرفوا لا تسيير لا تنظيم، كناخذوها غير من الطرف. يعني ديما كنا كنطيحوا ونوضوا. ولكن هذاك بنادم ملي كيطيح وكينوض كيتعلم. ما ملي كنطيحوا كنقولوا ماشي صافي بنادم كيحبس تيقول صافي علاش وقع ليا بحال هكا. بالعكس البنات،
كنوضو كنبقاو يعني كنعافرو كنديرو الجهد حتى تنعاودو نوقفو عاوتاني. وربي اللهم لك الحمد عطانا العقل وتعلمنا بزاف ديال الحوايج في هذه الحياه. اللهم لك الحمد، اللهم اديمها نعمه. كنحاول نشاركها معكم وتستافدوا حتى نتوما كيف ما انا استفدت. هنا من بعد ما حطيت هذاك الطاجين يطيب دزت هنايا الفكوس اللي كنت خديت معكم وريتو لكم في الفيديو. فاش ديتو غادي نحكو بهذه الطريقه حتى هو. غادي نضيف عليه بطبيعه الحال السكر، غنضيف عليه واحد 2 معالق ديال الماء الزهر وغنحطو في الثلاجه حتى يبرد حتى هو باش نرافقوه مع الطبق ديالنا ان شاء الله يا ربي من يوجد. بطبيعه الحال وصلتي حتى لهنا وكيف ما العاده ما تنساش تذكري الله وتقولي الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. هنا ديك المطيشه اللي خديتها معكم شديتها غسلتها حيت لها داك اللوك ديالها الخضر ودرتها قطعتها على الشكل اللي شفتو ودرتها طيب فوق البوطه. بطبيعه الحال النار اللي هي مهيله تطيب على خاطرها. هنا غادي ندوزو باش غادي نشارك معكم كيفاش غادي ندير ليها ان شاء الله يا ربي ندخلها الكونجيلاتور. هنا هذيك القريعه حتى هي شديتها نقيتها كيف ما شفتو، ما كنحيدلهاش الجلدات الثانيه، كنغسلها مزيان كنخليها تقطر وكندوز نمسحها مزيان بواحد المنديل من داك الماء. وهنا درت الطريفات اللي غادي ندير في الكسكسو ان شاء الله يا ربي درتهم في ميكا، وطريفات اخرين حطيتهم هكا لا احتاجيتهم للصباح احتاجيت باش نعسلها. المهم الا كنت غندير بها شي حاجه حتى هي حطيتها على جنب. وهنا راه هنا كنت جالسه البنات حتى دخل من الدار وجاب لي داك البطيخ اللهم لك الحمد. انتم عارفين هذا البطيخ هذا وقته. وان شاء الله يا ربي الفيديو الجاي غادي نشارك معكم واحد الوصفه زوينه بالبطيخ غادي تعجبكم غادي تنال الاستحسان ديالكم متاكده ان شاء الله يا ربي. هنا القريعات ديالي هما صاوبتهم غادي ندخلهم الكونجيلاتور. وهنا دزت البنات لقيت البنات ملي مشيت عند الوالده ديالي ورجعت لقيت الكمير في الدار شراوها قال لك تشهوه ولكن ما كلاوش بزاف. فاش ديتو يبستو في الفران كتحطيه في الفران ملي كتشعلي كتكوني كطيبي دخليه من الفوق خليه يشد راسو واحد شويه فكيبدا يتقرمل مزيان كتخرجيه. درتو في الهاشوار كيف ما شفتي ودزت رشيت عليه واحد الرشه ديال الزعتر طحنته في الهاشوار. وها حنا مصاوبين لا شابليغ. هنا الحبيبه ديالي بغيتي تضيفي عليها تحميره سكينجبير بزار هكا بغيتي تخدمي بها فهذا يعني النظر ديالك. انا هنا درت لها غير الزعتر وصافي. وهنا كيف ما شفتوا البنات هنا الطويجين ديالنا ها هو واجد مع البطيخ البرقوق وشويه ديال الشهديه داك الفكوس اللي حكينا والخبيزه ديال الدار بطبيعه الحال والصحه والراحه. وصفات اللي هي اقتصاديه نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم كيف ما العاده الحبيبات ديالي. وهنا غنقول لكم البنات دزت باش نوجد معكم حاجه اخرى ان شاء الله يا ربي نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. هنا خدينا الدقيق كيف ما شفتي كنغربلو الدقيق ضروري تغربل البنات ما تخليوهش بلا غربال راه ما كتعرفيش شنو يكون فيه. تلقاي فيه الرامو تلقاي فيه يعني كيكونوا فيه الشوائب. هنا خديت شويه ديال الملحه خماره واحد معلقه ديال الزيت او 2 معالق ديال الزيت 2 معالق ديال الخل وكنجمع العجين ديالي كيف ما شفتوا عجين اللي هي سهله. هنا نصاوبوا الخبز ديال الطاكوس البنات اللي كيجي ساهل وكيجي واعر ما كيتقطع ما والو يعني حسن ما تخرجي تشريه من الزنقه كيف ما العاده. انا راه عرفتي علاش كنشارك معكم البنات العجينه كنبغي نشارك معكم الخبز كنبغي نشارك معكم اي حاجه كنديرها كنعجنها في الدار لا من كرواسه لا من كيكه. عرفتي البنات هذاك الشيء شحال كياخذ ديال الفلوس. عرفتي القهره اللي كيقهر الجيب هذا الشيء الا خرجتي تشريه من برا يعني راه كيهلك لا من ناحيه ديال الفلوس ولا من ناحيه ديال الصحه. علاش اختي ما توجديهش الدار ديالك ما غياخذلكش الوقت بزاف كيوجد بسرعه والمكونات اللي هي اقتصاديه. كيف ما كنقول لك مادام اننا كنتقداو كلشي في الاول فكيبقى عليك انت حبيبتي تحركي عي دراعاتك وتحركي العقل ديالك. ديما العقل يخدم مع الدراع وتعرفي كيفاش تقادي الامور ديالك في كوزينتك. هنا غنصاوب معكم واحد طاكوس يعني مادام انني شريت الكبده غنصاوب معكم خبيزه ديال طاكوس في الدار بدل ما انك تخرجي تشريها من الزنقه او تخرجي تاكليها في الزنقه ما عارفاش راسك حتى شنو كتاكلي غير كنخشيو في الكرش ديالنا وصافي. من الاحسن انك تصاوبيها في الدار عارفه راسك شنو مصاوبه خبز نقي ماكله اللي هي نقيه زيت نقي اي حاجه خدمتي بها نقيه. كيف ما شفتي هذوك الخبيزات شديتهم قرصتهم على شكل كويرات كنطلقوهم في الدقيق كيف ما شفتي. العجينه ما كتقطعش مره كندوزو نطيبوهم حتى يتشمعوا من الظهر ونقلبوهم على الوجه. وكيف ما كيبان لك في الفيديو انا كنوجدهم غنبقى حتى نكملهم ان شاء الله يا ربي وغنشارك معكم الحشوه اللي كتجي لذيذه ساهله واقتصاديه وبنينه
ويمكن لك انك توجديها في اي وقت، يعني هكا لوليداتك الغداء او العشاء. انا هنا البنات تشهاو ليا طاكوس، قلت غادي نصاوبها لهم في الدار ان شاء الله يا ربي. وجات بنينه البنات مع واحد الصوص اللي صوبتها، جات خطيره يعني. شنقول لك، غير جربي حبيبتي الوصفات اللي كندير بعينك مغمضين ان شاء الله يا ربي. هنا خديت بصله قطعتها على شكل مشلضه، فلفله مقطعه مربعات، والكبده اللي شاركت معكم في هذا الفيديو حتى هي كنقطعها، كنرش عليها الزعتر، كنديروا عطريه سكينجبير وخرقوم وبزار، وبطبيعه الحال زيت زيتون والملح على حسب الذوق. وغادي نحطوا المقيله ديالنا حتى تشحر مزيان ان شاء الله يا ربي. هنا راه كنوريكم الخبز ديال الطاكوس، ها هو وجدته تبارك الله وصل على بالخير. يعني غنصاوب للعشاء وفي نفس الوقت غنخبي في الثلاجه حتى نحتاجو ان شاء الله. هنا ديك لاصوص اللي غادي نصاوبها البنات، خديت واحد دانون اللي ناتوريل طبيعي ما فيه لا سكر لا والو، ضفت عليه واحد زوج ديال الفرماجات مثلثين، اي نوع ديال الفرماج عندك. هنا راه كان عندي في الثلاجه وجبدته. هنايا البنات درت واحد المعلقه ديال المايونيز صغيره ومعلقه ديال لاموطار صغيره حتى هي. غنديروا واحد شويه ديال زيت الزيتون بطبيعه الحال، واحد الرشه ديال الزعتر وشويه ديال الخل وشويه ديال الملحه، وغنخلطو مزيان. وها لاصوص ديالنا واجده. بغيتي تضيفي حتى الثومه حتى هي كتجيب له نكهه من داك الشرفيع، انا ما ضفتش الثومه هنايا بديت كنعمر الطاكوس ديالنا. شديت هذيك الصلصه درتها هي الاولى، كندير ديك الحشوه ديال الكبده والمطيشه والخس والبطاطا مقليه. وها الطاكوس ديالنا هي واجده بالصحه والراحه. نتمنى انك تجربيها، وانا شاركت معك هنايا في هذا الفيديو وصفات ديال يومين البنات كيف ما العاده. ومطيشه اللي كنت درتها طيب هنايا دزت، ما غنضيف معها حتى حاجه البنات، انا غنخليها على حساب الحريره ان شاء الله يا ربي. من بعد ما طابت فوق في الكوكوط، فكندوز كنصفيها مزيان، كندوزها في الصفايه مزيان. وهنا غادي ندوز، غادي نقادها في الميكات وغادي نخشيها الكونجيلاتور. هذه الا بغيت نصاوب هكا الحريره، او لا نصاوب هكا شي صوبه ولا شي حاجه. المهم القماطيشه واجده. تنشارك معكم ان شاء الله يا ربي في الفيديوهات الجايه طرق اخرى اللي غادي تعجبكم، انا اكيده وسهله وغادي تهنيك ان شاء الله يا ربي. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالك، ونتمنى انني نكون فتك ولو غير بنقيطه صغيره في هذا البحر ان شاء الله يا ربي. كيف ما العاده غنقول لك قبل ما تخرجي من الفيديو ما تنسيش تذكري الله وتقولي لا اله الا الله محمد رسول الله.